جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو رونالدو، هي وولاد كريستيانو الخمسة كانوا في استقبال أسطوري من أمير دولة قطر الأب الشيخ حمد والشيخة موزة والدة الأمير تميم. احتفال أسطوري بيهم، وكانوا نازلين في الجناح الأميري الخاص، وترحاب ما بعده ترحاب. جورجينا رودريجيز كل الناس يعني عايزة تعرف هي علاقتها بدأت ازاي بكريستيانو ومن امتى. مبدئيا كده جورجينا ديت بنت فتاة أرجنتينية، هي غلبانة جدا ومن طبقة فقيرة خالص. والدها كان محبوس على ذمة قضية اتجار في ممنوعات، ووالدتها اتوفت لما كانت جورجينا عندها 17 سنة. هي برضو كانت خادمة، يعني خادمة في المنازل وكده، وتوفت في حادثة كان عند جورجينا 17 سنة، ولذلك كانت ظروفها صعبة جدا. فكانت بتشتغل جورجينا في محل ملابس ماركة جوتشي. جوتشي وده اللي كانت بتشتغل فيه بائعة. لما سبحان الله بقى القدر والنصيب في شهر 6 2016 كريستيانو كان رايح يجيب لبس لابنه الصغير. راح فدخل شافها في المحل، اعجب بيها جدا. هو نفسه في لقاءات كتيره بيقول لك ان انا حسيت بزي ماس كهربائي كده بينه وبينها، وان اعجب بيها جدا. هي فتاة فقيرة وبتشتغل في محل جوتشي بملابس. فهو طبعا عرفت ان هو النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وكان طبعا برضو كريستيانو مكسر الدنيا جدا في 2016. بعد ما خلص وادته رأيها في الملابس اللي هياخدها لابنه، قال لها انا استأذنك، انا هاخد تليفونك وتاخدي تليفوني علشان لما احب اجيب لبس او حاجة انا عايز استعين بيك. طبعا ده ما كانش اللي في ذهن كريستيانو رونالدو كان يعني اول ما شافها حبها زي ما بيقولوا. طيب المهم الكلام ده بعدها بشهرين ابتدى يتواصل معاها على فكره، وبقى يجي لها كتير في المحل، وكان بيجي لها بعربياته الفخمه، وهي كانت بتضحك وبتقول يعني انا باجي الصبح بالاتوبيسات وبالمواصلات العامه، وبيجي هو ياخدني بال يعني بالعربيات الماركات الكبيره قوي. كانت بتقول ان هي بتضحك، وكانوا زمايلها في الشغل البنات اللي معاها في محل الملابس كانوا بيقعدوا يتندروا بهذا الموضوع يعني. المهم في 2017 في يناير كان في حفلة ذا بيست بتاعت رونالدو. من ساعتها من يناير 2017 ولم يفترقا ابدا كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز. المهم عايز اقول لكم ان هم في قصه حب جامده جدا. يعني هو كريستيانو بيطلع بيقول لك انا بحبها، ما بحبش حاجه غيرها في الدنيا. طب اشمعنى يا ابني اخترت هذه الفتاة؟ قال لك لان هي من طبقة فقيرة وانا من نفس الطبقة، فانا يعني متعود على ان انا اتعامل مع الطبقة دي وبرتاح نفسيا اكتر ليها، وان هو فعلا سحرته. هي بعد ما كانت بنت فقيرة اصبحت دلوقتي طبعا سيدة اعمال كبيرة. هي دلوقتي ليها محلات كتير جدا في الازياء، هي عارضة ازياء وممثلة، وبتحضر طبعا في الريد كاربت دلوقتي بيدعوها في الافلام اللي هي بتخش فيها. هوايتها كانت رقص الباليه، بس عشان كانت قبل ما تعرف رونالدو كانت فقيرة، فما كانتش معاها الفلوس اللي ممكن تثقل بيها هوايتها في رقص الباليه وهكذا. لكن دلوقتي أصبحت من سيدات الأعمال الكبار على مستوى العالم. هي جميلة جدا، فتاة جميلة، وهو بيحبها حب رهيب. هي مهتمية جدا بولاده. من ضمن الحاجات اللي هو دايما يعني بيشوفها فيها جميلة، بيقول ان جورجينا بتحب ولاده متعلقين بيها، لان خلوا بالكم هو عنده 5 اطفال كريستيانو رونالدو، 2 بس اللي من جورجينا رودريجيز، يعني بنتين. وكان في واحد يعني بنت من البنتين كان ليها توأم، طبعا كلنا كنا عارفين الشهور اللي فاتوا وتوفى. لكن له 3 اولاد اخرين على فكره من 3 امهات يعني مختلفين عن جورجينا. يعني هي برضو جورجينا بتضحي بعمرها مع هذا النجم الكبير الاسطوره. هو ليه 3 اطفال من 3 امهات اخريات. زي ما بنقول انه قصة الحب بتاعتهم اشتعلت جدا، وطبعا هي جورجينا هو بيقول ان هي مريحاه في كل حاجة وفاهماه جدا ومتفاهمين، حياتهم ماشية حلوة وسعيدة. طبعا نتمنى كلنا للنجم الاسطورة العالمي رونالدو ان هو يبقى دايما مبسوط وفرحان، لانه استقراره ده
اداله زياده في الموهبه، استقرار في حالته الفنيه، ما شاء الله 15 16 سنه مستوى هايل في كره القدم. فده جورجينا رودريجيز، وقصه يعني حاجه بسيطه كده قلنا نجيبها لكم. طبعا صديقي انت معجب بالقناه انا عارف، ما تحرمش نفسك من الاشتراك. اشترك يا ابني دلوقتي، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل شير ولايك علشان يصلك كل جديد. بالنسبه بقى للاستقبال، بنقول الاسطوري اللي كان لجورجينا واولاد كريستيانو رونالدو. شفنا زي ما شفنا طبعا هي موجوده في الملاعب وفي الاستادات اللي بيروح فيها كريستيانو في منتخب البرتغال بيلعب فيها. على طول متواجده معاه، وهي سبورت ليه على فكره على طول يعني. يعني على طول هي يعني بتاخد بالها، بتقول. وهو في نفس الوقت برضو كريستيانو بيقول ان هي مهتميه جدا بالتغذيه بتاعته بالتمارين بتاعته، وان هي بتساعده على كده وبتتاقلم معاه. هي حتى بتقول ان هي خلاص كانت بتحب الاول الاكل، لكن دلوقتي هي متاقلمه مع انواع الطعام اللي بياكلها كريستيانو رونالدو. يا ريت نكون وصلنا لكم فكرة سريعة عن كريستيانو رونالدو وحياته الشخصية مع صديقته وحبيبته جورجينا رودريجيز. شكرا وإلى اللقاء.